السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل فطاير شبه السينابون بنسبة كبيرة قوي، بس بتختلف كتير عن السينابون. هنعمل الستيكي بونز، بجد طعمها لذيذ جدا ومختلفة وان شاء الله هتعجبكم. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. هنبدأ الأول إن احنا نعمل الخليط بتاع الدقيق والمية اللي احنا بنعمله يعتبر لمعظم المعجنات بتاعتنا، وهنقلب الخليط ده على نار هادية أو هندخله الميكرويف لمدة دقيقة ل10 ثواني، وهنخرجه كل 15 ثانية نقلبه وندخله تاني لغاية ما يبقى عندي بالشكل ده. وبعد كده هبدأ ان انا انزل الخليط بتاعي ده وادوبه في اللبن، وبعد ما يدوب كويس قوي كده هنزل بالخميرة والسكر والبيض، وهبدأ ان انا اخلطهم كويس قوي مع بعض. بعد كده هنزل بالدقيق بتاعي. طبعا الدقيق هنا كميته بتختلف من نوع للتاني، فانتوا ممكن هتستخدموا نفس الكمية بتاعتي او ممكن كمان اقل شوية او اكتر شوية. فاحنا بنزود الدقيق واحدة واحدة لغاية ما يوصل العجينة عندي ان هو يبقى طري ولين وبيلزق سنة بسيطة. زودت الفانيلا وهبدأ ان انا انزل الدقيق واحدة واحدة زي ما اتفقنا. وبعد ما العجينة عندي تتلم هبدأ ان انا انزل بالزبدة اللي عندي. شايفين اول لما العجينة اتلمت بقت كرة واحدة كده، هبدأ ان انا انزل الزبدة بتاعتي وهعجن فيها شوية لغاية ما توصل عندي تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين هي بتلزق ازاي في ايدي؟ بس يعني هي بتلزق سنة بس عادي بتتلم، وهعرف ان انا اشكلها. هسيب بقى العجينة تخمر. عندي هنا الزبدة هسيحها مع السكر، واول ما يسيحوا مع بعض كده ويبدأوا ان هما يغلوا شوية هروح منزله عليهم العسل. وانا مش عايزاه يغلي كتير خالص، انا اول ما الخليط عندي ده يبدأ ان هو يبقبق كده هروح طفي عليه وصباه عندي في الصينية. انا هنا حطيت ورق زبدة زيادة تأكيد، يعني ان هي مش هتلزق في الصينية. نزلتها في الصينية كده وهبدأ ان انا اغطي الصينية كلها بالكراميل ده. وبعد كده هنيجي لمرحلة المكسرات. عندي بيكان، بس ممكن تستخدموا اي نوع انتوا عايزينه، عين جمل، لوز، بندق، سوداني، عادي مش هتفرق كتير. بس انا هنا استخدمت البيكان، قطعته كده حتت صغيرة شوية. وبعد كده هبدأ ان انا اغطي الصينية بتاعتي كلها بالمكسرات بالشكل ده كده. وبعد كده هسيبها على جنب ونبدأ ان احنا نشكل العجينة بعد ما خمرت. طبعا في الجو البرد ده يعني هنسيبها على الاقل ساعة. هبدأ بقى ان انا افردها زي ما بنفرد السينابون بالظبط، وهبدأ ان انا اغطيها بالزبدة. وعندي هنا خليط سكر بني مع سكر ابيض عادي مع قرفة، هقلبهم مع بعض وهغطي العجينة بيها. وكمية الحشوة دي برضو بترجع لذوقكم. هغطيها كويس قوي بالخليط بتاع السكر والقرفة، وهبدأ ان انا ارول العجينة ونرول العجينة على الضيق قوي. وبعد كده هبدأ ان انا اقطعها. شايفين هي مش فارقة كتير على فكرة، قطعنا بالسكينة او بالخيط يعني كده كده هي هتخمر العجينة ويعني هتمسك في بعض وهيبقى شكلها مدور عادي، فهي مش فارقة كتير. يعني انا قطعت اهو بالسكينة وقطعت بالخيط عشان اوريكم ان هي مش فارقة كتير. وهسيب الرولز عندي تخمر. شايفين ده شكلها بعد ما خمرت، شكلها حلو قوي ازاي. بعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وهي مش بتاخد وقت كتير خالص على فكرة، هي حوالي 20 دقيقة بتكون جاهزة. اول ما خدت لون بسيط كده من فوق بقت عندي كده جاهزة، وخرجتها من الفرن وسبتها تبرد خالص. وبعد كده ابتديت ان انا اقلب الصينية. شايفين المكسرات مع الكراميل بقى لونها عامل ازاي؟ طعمها خطير جدا
ومختلفة كتير عن السينابون بجد. يعني السينابون حاجة والستيكي بانز دي حاجة تانية خالص. بجد طعمها لذيذ جدا، وفي الشتا ده برضو بتبقى حلوة قوي جنب كوباية الشاي. شايفين طرية قوي ازاي، وطعم الكراميل مع المكسرات بجد حاجة تانية خالص. جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي.